السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كروشيه ستايل. معاكم هدى عبد المنعم. بتشرف جدا بأنكم بتشوفوني، وياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم فيديوهات جديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض شنطة فكرتها يعتبر يعني مش جديدة، ولكن الغرزة بتاعتها هي اللي جديدة وطريقة صنعها. الشنطة من تكرار سطرين بس، وهيكونوا هما الغرزتين الأساسيتين. الشنطة زي ما احنا شايفين مكونة من لونين اتنين فقط، واشتغلتها بخيط المكرمية المصري. هنحتاج خيط وجنشات وقفل. اول حاجة هجيب الخيط وهستخدم معاه ابرة رقم 4.5. هعمل عقدة بداية وهشتغل اشتغلت 21 سلسلة. هشتغل هلف السلسلة وهشتغل في اول غرزة منها في الحلقة الجانبية من الحلقتين. هشتغل في اول واحدة 2 غرزة حشو، بعد كده هشتغل غرز حشو منفردة. في كل سلسلة هشتغل في الجانب بتاعها غرزة حشو واحدة بس. هخلص السطر كله من غرز الحشو، وهاجي عند الغرزة الأخيرة هشتغل تزايد ب3 غرزة حشو في نفس الغرزة. دي الغرزة الأخيرة عندي، هشتغل فيها 3 غرزة حشو، وبعد كده هلف بقى وهشتغل في نفس الغرزة بس في الجانب التاني من الحلقتين بتوع السلسلة. هشتغل في الجانب التاني غرزة حشو واحدة بس، وهكمل بقى في الحلقة التانية من حلقات السلسلة اللي اشتغلنا فيها. هنشتغل في الناحية التانية غرزة حشو واحدة بس لغاية ما نوصل للغرزة الأخيرة. احنا كل مرة بنلف السلسلة ونشتغل في الحلقة اللي في الظهر، المرة دي بنشتغل في الحلقتين الجانبيتين. هنشتغل لآخر السطر زي ما قلت. هاجي عند الغرزة الأخيرة اللي هي اشتغلت فيها التزايد الأول خالص، هشتغل فيها 2 غرزة حشو، وهقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو من الغرزتين اللي في الأول. خلاص كده عندي السطر الأول خلص. هبدأ السطر التاني، هرتفع سلسلة وهشتغل في نفس المكان غرزة حشو واحدة بس. هدخل في الغرزة اللي بعديها وهشتغل 2 غرزة حشو. بعد كده هنكمل بغرز الحشو المنفردة لغاية آخر 3 غرز في الدوران بتاع السطر اللي قبل كده، وهنشتغل فيهم تزايد. خليكي معايا وهتشوفي هنشتغل في انهي غرزة بالظبط. شايفين غرز ال3 اللي في الدوران بالظبط؟ هشتغل في كل واحدة فيهم 2 غرزة حشو. دي اول واحدة
وادي تاني واحدة، وادي الغرزة رقم 3 هنشتغل فيها 2 غرزة حشو برضو، وبعدين هكمل بغرز الحشو المنفردة لغاية الغرزة اللي قبل الأخيرة. وصلنا دلوقتي الغرزة اللي قبل الأخيرة، بشتغل فيها 2 غرزة حشو، وهاجي عند الغرزة دي المفروض مش بشتغل فيها، لكن هشتغل فيها واحدة بس، وده هيكون بمثابة التزايد اللي المقابل ليها من الجانب التاني، وهقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو اشتغلتها. ودلوقتي هبدأ في الغرزة الأساسية بتاعة الشنطة، هرتفع 3 سلسلة وهعتبرهم أول عمود، هدخل في الحلقة الخلفية من الغرزة وهشتغل تاني عمود بلفة. هاجي عند الغرزة اللي بعدها برضو في الحلقة الخلفية وهشتغل تالت عمود بلفة. كده اشتغلنا 3، أول 3 سلسلة عندي هعتبرهم أول عمود، وبعد كده هشتغل 2 عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة وبعدين هرجع وهدخل تحت أول عمود عندي، أول عمود عندي في السطر اللي هو أول 3 سلاسل أنا اشتغلتهم، هدخل تحتهم وهسحب الخيط وهشتغل عمود بلفة مائل. هيبقى كده، هسيب الغرزة اللي بعد كده، يعني هنسيب غرزة بعد ال3 عمود، هنسيب غرزة وهنشتغل في اللي بعدها في الحلقة الخلفية برضو عمود بلفة 2 و3، يعني هشتغل 3 عمود بلفة، كل عمود في غرزة من الغرز اللي في السطر. كده عندي 3 عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة وهرجع وهدخل تحت أول عمود في ال3 اللي اشتغلتهم، هيعتبر 3 عمود دول هعتبرهم مجموعة، وهدخل تحت أول عمود في المجموعة اللي اشتغلتها، هعمل عمود بلفة مائل. شايفين دي مجموعة ودي مجموعة، هنسيب غرزة وهنشتغل في اللي بعد كده، هنسيب اللي عليها الدور وهشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة 2 3، هشتغل 3 عمود بلفة برضو، ودي هتكون المجموعة اللي بعد كده. وهلف الخيط على الإبرة وهدخل تحت أول عمود في المجموعة اللي معايا، شايفين هدخل تحت الأول فيهم وهشتغل قصدي عمود بلفة مائل، وهكذا هكمل السطر كله. بنسيب بين كل مجموعة ومجموعة بنسيب غرزة مش بنشتغل فيها. ادي مجموعة كمان، بنلف الخيط على الإبرة وبرجع ادخل تحت اول عمود في ال3 عمود اللي اشتغلتهم، وبطلع بشتغل عمود بلفة مائل. طبعا الغرزة اللي احنا بنسيبها دي هي قصادها غرزة العمود بلفة المائل اللي احنا بنشتغلها. بنكمل بنفس الطريقة لغاية ما نخلص السطر.
وصلت كده لاخر السطر. بدخل بقى في اول سلسلة من الثلاث سلاسل اللي اشتغلتهم في اول السطر عشان اسحب منزلقة وادخل اللون التاني. المنزلقة هنسحبها باللون الجديد عشان هنغير اللون في السطر الجديد. شايفين؟ هشد بس الخيط كويس واثبت ايدي وهشتغل سلسلة. بعد كده بنشتغل غرزة حشو في نفس المكان اللي اشتغلنا فيه غرزة المنزلقة. انا دخلت هنا في الحلقة الخلفية لان الغرزة اللي سحبت منها المنزلقة كانت ضيقة جدا والابرة ما رضيتش تعدي، لكن المفروض ان احنا بنشتغل في نفس المكان. وهكمل بغرز حشو السطر كله. كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس، وبسيب الخيط الاول مش باخده معايا تحت الشغل ولا حاجة، بس بثبت بداية اللون الجديد بس، واللون الاول بسيبه مكان الغرزة المنزلقة اللي اشتغلتها، يعني مش باخده معايا، مش بشتغل عليه. وهشتغل غرز حشو السطر كله. خلصنا كده السطر كله. هنقفل بمنزلقة، بس هدخل الخيط الاول هشتغل عليه غرزة المنزلقة وهسحبه معايا للسطر اللي فوق من غير ما اشتغل عليه باقي السطر، بس برتفع بيه عشان يبقى ماشي معايا، عشان لما اجي اغير اللون مرة تانية ما يبقاش شكله باين من جوه. وبرتفع، قفلت بمنزلقة، ارتفعت 3 سلسلة، وبعدين اعتبرتهم ان هما دول اول عمود في المجموعة بتاعة الغرزة دي. وبعدين هشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة، وبعدين عمود بلفة تاني، وبعد كده هنلف الخيط على الإبرة وندخل تحت أول 3 سلاسل، أو هندخل في الغرزة اللي اشتغلنا فيها المنزلقة لأن ده أول السطر، وهرتفع بعمود بلفة مائل. الغرزة دي على الطبيعة حاجة كده وهم جميلة جدا جدا وشكلها شيك قوي، يعني بعد ما اشتغلتها كده خطفت قلبي والله. شكلها جميل جدا وسريعة ومبتاخدش وقت خالص. زي ما اشتغلنا السطر اللي قبل ده بنشتغل نفس الغرزة. 3 عمود، بندخل بعد كده تحت اول عمود بنسحب غرزة عمود بلفة مائل، وبنسيب غرزة بين كل مجموعة ومجموعة. الشنطة كلها بنكرر فيها السطرين دول، سطر من غرز الحشو وسطر من غرز المجموعات اللي مع بعضها. بيديني شكل متناسق وجميل قوي. شايفين شكلها؟ خلص السطر كده وهقفل بمنزلقة، بس هسحب اللون اللي انا طلعته معايا في السطر اللي فات. هسحب اللون الاول، هدخل من السلسلة رقم 3 وهسحب غرزة منزلقة باللون القديم. بدخل الخيط اللي انا مش عايزاه معايا بدخله تحت الابرة وبسحب الخيط عليه، وبعد كده
بعد ما اشتغلت منزلقة برتفع سلسلة وبشتغل سطر من غرز الحشو، وببدأها في أول غرزة اللي اشتغلت فيها غرزة المنزلقة، بشتغل فيها أول غرزة حشو في السطر، بشتغل السطر كله من غرز الحشو، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة بس بدون أي تزايد، وبسيب الخيط الأول اللي مش هشتغل بيه بسيبه، مش بشتغل عليه خالص. ببدأ شغل من غرز الحشو، بكمل السطر، مش بياخد حاجة خالص، يعني مش بياخد وقت، اوام كده بنشتغله وبنرجع نعمل مجموعة زي السطر اللي فات، او بنشتغل من الغرز الاساسية بتاعة الشنطة. شايفين الشكل بتاعها ظهر ازاي وبقى شكلها جميل جدا. بنسحب منزلقة نفس لون الخيط، وبسحب الخيط اللي انا سايباه بشتغل عليه غرزة المنزلقة عشان يرتفع معايا في السطر، وبعدين بسيبه وبشتغل اول 3 سلاسل في المجموعات بتاعة السطر ده. الغرزة دي من الغرز اللي بترتفع معايا بسهولة، واوام كده بتبان ان انت اشتغلتي حاجة، يعني ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت ما بتاخدش كمان خيط. يعني الشنطة كلها تقريبا خدت ربع كيلو خيط. خدت شلة من اللون البني وشلتين او شلة ونص من الخيط الرمادي او السيلفر. هنكمل طبعا بنفس الطريقة، وهتعملي عدد مجموعات على حسب ما انت عايزة ارتفاع الشنطة. انا هنا عملت 5 ارتفاعات، ادي مجموعة 2 3 4 5، وجي الدور على غرز الحشو. هنشتغل سطرين غرز حشو، سطر من اللون الفاتح وسطر من اللون الغامق. بنبدأها على حسب ترتيب الألوان اللي احنا شغالين بيه، يعني بشتغل باللون البني الأول سطر حشو، وبعد كده فوقيها على طول بشتغل سطر من غرز اللون السيلفر حشو بس، برضو كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة بس. خلص السطر كده بقفل بمنزلقة، بقص الخيط الأول وبعمل منزلقة سحرية علشان الشكل الجمالي يبقى مرتب. هنلضم طبعا الخيط وهندخل في الغرزة اللي بعدها، وبعد كده بندخل في الحلقتين الخلفيتين وبنسحب غرزة منزلقة. شايفين شكلها كده ما تفترقش خالص عن باقي الغرز. خلاص كده داريت الخيط. بقيس بقى الشنطة ارتفاعها 15 سنتي وعرضها 23 سنتي. شنطة خفيفة كده للبنوتات الجمال، عايزة تحطي فيها مثلا الموبايل بتاعك، البوك بتاعك، اي حاجة خفيفة كده ممكن تتحط فيها وانت ماشية. بنعمل القلاب بقى بتاع الشنطة. بشتغل 3 غرزة سلسلة، وبرتفع سلسلة ارتفاع، وادخل في اول غرزة بشتغل غرزة حشو، تاني غرزة غرزة حشو، التالتة غرزة حشو، برتفع سلسلة، بشتغل في الاولانية غرزة حشو، وبعد كده بشتغل في الغرزة اللي تحتها غرزة حشو، يعني في الغرزة الاولى من السطر اللي قبل ده بنشتغل غرزة حشو. تاني اشتغلت اول غرزة حشو، وبعد كده بدخل تحتها برضو بنعمل غرزة حشو عميقة بس هتكون مائلة،
ونسيب الغرزة اللي في النص وبنشتغل في الغرزة الأخيرة برضو غرزة حشو، وهكذا. أول غرزة غرزة حشو، بعد كده غرزة حشو عميقة تحتها على طول، مش في اللي بعدها، لا في الغرزة اللي تحتها، وبنسيب الغرزة اللي عليها الدور وبنشتغل في اللي بعدها غرزة حشو برضو، وبنكمل طول القلب بتاعنا حوالي 17 سنتي أو 18 سنتي، نسيت لقيسه بصراحة، لأنه بعد كده بنعمله برواز من اللون التاني. الشنطة هما لونين أساسيين بدخلهم في كل قطعة من قطع الشنطة، في القلاب بنشتغل باللونين، وفي الحزام كمان بنشتغل باللونين معا عشان يبقى الشكل بتاعها متناسق ومرتب. بشتغل بنفس النمط لغاية ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه. طول القلاب 15 سنتي، الحمد لله افتكرت 15 سنتي. بنقص الخيط خلاص وبنحاول ننضفه، وبعد كده بندخل اللون التاني وبنعمل برواز. ببدأ باللون الجديد، بعمل عقدة بداية وبعدين بسحبها منه، بسحب الخيط اللون التاني وبشتغل سلسلة وبسحب الطرف بتاعه بشتغل عليه، بشتغل غرز حشو في كل السطور، كل سطر فيه غرزة حشو واحدة بس. بكمل القلاب كله وباجي عند الأركان من فوق بشتغل في الركن اليمين والركن الشمال بشتغل 2 غرزة حشو. بقص الخيط وبسيب حوالي 30 سنتي عشان أخيط بيهم القلاب في الشنطة. بلضم الخيط في إبرة التنظيف وبركب القلاب، بحاول أظبطه يعني أخلي من الناحية الشمال قد الناحية اليمين عشان ما يبقاش جاي بجنب ولا مايل ولا أي حاجة، لازم يبقى مظبوط الأول، بعد كده ببتدي أخيط.
خلصنا تركيب القلاب بنجيب القفل وبنركبه. برضه حاولي تظبطي ايدك عشان يبقى قافل بشكل مظبوط. حاولي تثبتيه كويس. خلاص كده هنبتدي نشتغل الحزام. هشتغل عدد سلاسل بطول 60 سنتي. وبعد ما اشتغلت عدد السلاسل اللي بطول 60 سنتي بلف وبشتغل غرز حشو على عدد السلاسل كله، وبخلص غرز الحشو باللون الفاتح. بعد كده بقص الخيط وابتدي الف بقى اشتغل الناحية التانية، وبشتغل باللون الغامق زي ما اشتغلت بالظبط طريقة شغل القلاب، بس ده هيبقى بغرز الحشو العادية. بلف الناحية التانية وبشتغل غرز حشو على الناحية التانية من السلاسل بطول الحزام. اشتغلت على حلقة واحدة من السلسلة بالخيط الفاتح، ولما لفيت بشتغل على الحلقة التانية بالخيط التاني نفس غرزة الحشو. شايفين هيبقى شكله جميل جدا. وبرضه هسيب من اللون ده حوالي مثلا 20 سنتي عشان اخيط بيها الحزام في الجنش بتاعه. وسبت الناحية التانية من الخيط الفضي حوالي 20 سنتي برضه عشان اخيط بيهم الحزام في القلاب، قصدي في الجنش. بلضم الخيط في الإبرة وبركب الجنش وبخيط عليه الحزام، وهركب برضو بعد ما اخلص الناحية دي هركب الناحية التانية، وبالشكل ده هبقى خلصت الشنطة. شايفين اصلا طريقة خياطة الحزام في الجنش سهلة جدا، يعني كل واحد بيخيط بالطريقة اللي يعرفها كويس واللي يتقنها كويس. اهم حاجة يكون شغلك متقن، لأن زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فاللي بيشتغل حاجة لازم يشتغل بضمير صاحي وبشكل متقن عشان ربنا يبارك في العمل اللي في ايده، وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب كلنا، ويوسع رزقكم ورزقنا، ويحسن سوق للشغل اللي في ايدينا. خلاص كده هنركب الحزام، وبالشكل ده تبقى الشنطة بتاعتنا خلصت. يا رب يكون الغرزة عجبتكم والفيديو بشكل عام يكون عجبكم ونال استحسانكم. اتمنى ان انتوا تشتركوا في قناتي وتدعموا الفيديوهات بتاعتي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.